القصة بتاعت النهاردة حساسة جدا، أي تعليق مش في محله هيتمسح هو صاحبه، إلى جانب إن صاحبة القصة محتاجة دعم كبير من السيدات ومن أي حد يقدر يساعدها من المجلس القومي للمرأة أو المهتمين بقضايا المرأة، وهي هتتابع كل الكومنتس بتاعتكم. ولو في حد أو سيدة مش راجل مهتمين بموضوعها وحابين يتواصلوا معاها، أنا هوصلهم بيها بعد استئذانها. القصة كمالي. أنا عندي 19 سنة، من وأنا صغيرة عايشة في بيت عيلة، وليا عمين ساكنين معانا في نفس العماره. ولما بدات اكبر وبان عليا الانوثه شويه بداوا يتحرشوا بيا، والاتنين متجوزين ومخلفين. واحد فيهم كان بيتحرش بيا، ولما كنت بساله انت بتعمل ايه يقول لي ما بعملش حاجه، وكان بيعمل ده بطريقه مداريه. ولكن عمي التاني كان بيلمس اجزاء من جسمي وانا ما كنتش عارفه اوقفه لاني كنت طفله، كان عندي 10 سنين تقريبا، وفضلت من وانا عندي 10 سنين في 6 ابتدائي لحد 3 ثانوي كل ده انا حرفيا بتعرض للتحرش بتاعهم. والسبب اني ما كنتش عارفه امنع ده، لان جدتي كانت عاجزه وبابايا ومامتي كانوا بيشتغلوا، فكانوا بيغيبوني من المدرسه ويخلوني اقعد معاها ارعاها. وكان عمامي بييجوا يستلموا مني ده يوم وده يوم، ولما كانوا بييجوا يستلموا مني جدتي كنت ببقى لوحدي معاهم وهي ما بتتحركش، فكانوا بيستغلوا ده، بس ما كانوش بيعملوا ده قصاد بعض. ما اعرفش اذا كانوا هما الاثنين عارفين ان هما الاثنين بيعملوا كده ولا كانوا متفقين عليا ولا ايه، انا ما اعرفش. المهم انا كل ده كنت ساكته عشان كنت خايفه من اهلي، لاني حاسه انهم مش هيقفوا في صفي، لاني في العادي لما بشتكي لاهلي من حد مش بيجيبوا لي حقي. من وانا صغيره حتى لو في خناقه عاديه بيني وبين اخواتي دايما يطلعوني انا اللي غلطانه، حتى وانا مش غلطانه. خفت ان انا اتكلم احسن حد فيهم ياذيني او اهلي ما يصدقونيش. واحد بقى من عمامي دول اللي كان بيعمل ده معايا بشكل اكتر، وكان بيقول لي كلام وحش جدا ما ينفعش طفله تسمعه. فتح عينيا حرفيا على حاجات انا ما كانش ينفع اعرفها في سن صغير، فتح عيني قبل الاوان، عرفني حاجات جيم نون سين دقيقه جدا. كان بيتكلم على كل البنات بطريقه مش كويسه، هو كان شايف ان انا متجاوبه معاه، فكنت بقول له يا عمو حرام، فكان بيقول لي لا مش حرام. وبعد كده لما كبرت شويه كان بيطلب مني بشكل مباشر انه عايز يعمل كده معايا، وكان بيقول لي انا هستناكي لما تتجوزي وتبقي مش بنت واعمل معاكي كده، وجوزك في الشغل هبقى اجيلك. من السنه اللي فاتت من ثالثه ثانوي بروح عند الثيرابيست عشان اتعالج نفسيا، عندي تروما من الرجاله. فالدكتور لما عرف موضوع عمامي قال لي لازم تتكلمي ولازم تاخدي حقك عشان تعالجي التروما، ومش هتتعالجي الا لما تشوفي حقك بيتاخد قدام عينك، ما ينفعش تسكتي، لازم تكسري الحاجز ده. وقال لي لو ما قلتيش لاهلك انا هقول لباباكي، لانه كان يعرف بابا. المهم بعدها عمي ده قال لي انا عايز اعمل معاكي كده، والشقه بتاعت تيتا فاضيه لان تيتا كانت توفت، وقال لي كلام وحش قوي. فطلعت قعدت اعيط ورحت قلت لبابا، قلت له كل اللي حصل من وانا صغيره، وان انا ما كنتش عارفه احكي عشان كنت خايفه. فبابايا بعت لعمتي وحكى لهم كل حاجه، لكن للاسف الحوار كله اتقلب عليا، واتقال ان الموضوع كله برضايا، وان انا سكت كل ده عشان انا راضيه، وان انا اللي مش كويسه، وان عندي ميول انحرافيه. من بعدها مامتي واخواتي فضلوا يعايروني في الخناقات بالحاجات دي، يقولوا لي كلام والفاظ مش كويسه، واني انا اللي كنت بسيبه برضايا، عشان كده سكت السنين دي كلها عشان كان عاجبني الموضوع وعلى مزاجي. كنت بفكر اعمل محضر في اهلي ومحضر فيه، لكن انا صغيره ومش عارفه اتصرف. كلمت الدكتور بتاعي تاني وحكيت له اللي حصل، وقلت له ان اهلي ما خدوليش حقي، وحكيت له اللي عملوه، وان هم في الاخر قالوا لي ستوري على الموضوع عشان سمعتي وشرفي، لان الناس هتفضل تقول هو واصل معاها لحد فين. حالتي بعد ما اتكلمت معاهم كانت اسوأ، والتروما زادت بسبب رد فعل اهلي، وهم لما اجتمعوا بيه رد وقال دي هي اللي كانت بتغريني، وهي اللي كانت عايزه كده، وانا كنت بعمل كده عشان اريحها وبس. وحرفيا كان كلام كتير بيتقال في شرفي، وقال ان انا اللي كنت بجيب رجاله البيت، وانا قلت لهم يبصوا في الكاميرات، لان في كاميرات حوالين البيت، قلت لهم مفيش حاجه من الكلام ده، بصوا في الكاميرات. اهلي من بعدها بطلوا يعايروني وشايفين ان الدنيا جت عليا وان انا ضحيه، لكن محدش فيهم يراضي ياخد اي اجراء قانوني، خايفين لا يجي حد يتقدم لي بعد كده ويسال عمي محبوس في ايه ويعرف، ولا حتى راضيين ياخدوا لي حقي منه. وانا مش مرتاحه خالص، انا تعبانه وعلى طول بيجي لي كوابيس، بحلم بعمامي الاثنين، انا مش مستريحه، انا حاسه ان في نار في قلبي، انا حاسه ان الصدمه دي هتفضل معلمه فيا لغايه ما اموت. صدقيني يا فيبي انا حاسه ان الموضوع سايب جوايا اثر رهيب، وغير موضوع التحرش رد فعل اهلي هو اللي واجعني اكتر وزود عليا الموضوع. انا اتصدمت في اهلي، فعايزه اخد رايك ايه اللي ممكن اعمله. هم عمالين يقولوا لي استني حقك من ربنا وكلام كتير انا مش مقتنعه بيه. انا عارفه ان ربنا هياخد لي حقي، بس انا تعبانه ومش مستريحه، فعاوزه اخد رايك كاختي الكبيره اعمل ايه، لان كل اللي عمله اهلي هو ان احنا قطعنا عمي ونقلنا من البيت علشان ما نشوفش وشه ونفتكر اللي حصل. بس انا حرفيا مش مرتاحه، لسه بيجيلي على طول كوابيس ان حد بيتهجم عليا، وبفتكر كل حاجه عملها معايا عمي، وكلام اهلي الوحش اللي قالوا عليا، انا اللي حارقني ان انا اللي اتظلمت، وان انا المفروض الضحيه. انا مش مستريحه كده، قولي لي المفروض اعمل ايه. وشكرا يا فيبي، واعملي فيديو وابعتهولي عشان اخد بالي من الكومنتس. دي كانت القصه، واتكلمت مع صاحبتها واتناقشنا كتير، مش محتاجه اقول لكم اللي انا قلته لها طبعا، انها في الاول وفي الاخر هي ضحيه اسرتها ابوها وامها، لان هم اللي كانوا المفروض يخلوا بالهم منها، مش يجوا يلوموها بعد كده. دورهم في الحياه كان تامينها. يا جماعه ما تسيبوش
تسيبوش اطفالكم مع حد، حتى لو في نطاق الاسره. ما تسيبوش عيالكم مع اي حد، ده بيحصل طول الوقت. القصه دي بتحصل طول الوقت. لسه في حادثه حاصله في لبنان، الخال اللي اغتصب بنت اخته الصغيره، قضيه مشهوره جدا في لبنان، والبنت ماتت من النزيف بعد كده. وعارفين ماتت من النزيف ليه؟ لان اهلها اللي هي امها لما عرفت حاولت تتستر عن الموضوع لانها منفصله عن الاب، فالبنت ماتت من مضاعفات. ما تثقوش ان انتوا تسيبوا اولادكم مع حد مهما كان انتم مأمنين للحد ده. احنا في زمن صعب. هم لما لموها بعد كده لموها بدل ما يلوموا نفسهم، هم الجاني مش هي. اذا ده حصل لها فهم السبب فيه مش هي. هم اللي فرطوا في امانها لما سابوها تجالس ستها. وده بيحصل كتير على فكره. كتير من الاباء والامهات بيسيبوا اولادهم الصغيرين مع جداتهم عشان يخلوا بالهم منهم. ده بيحصل كتير جدا وده مش صح. ده اللي فتح الباب للشيطان، قصدي الشيطانين عمامها. الى جانب عندي بقى اخذ على الثيرابيست اللي هي راحت له، اللي اجبرها انها تقول لاهلها. مش من حق حد يدفعك لاختيارات معينه طالما انت مش مستعد ليها. مش من حق اي طبيب نفسي او معالج نفسي انه يتدخل في اختياراتك ويدفعك دفع ليها ان انت تتصرف تصرف معين. قال ايه في سبيل ان ده هيعالجك؟ لا، مش بالضغط. مش من حقه انه يعمل كده. المفروض انت تختار الوقت المناسب ليك، هو ليه انه يشجعك مش يجبرك. فللاسف صاحبه القصه وقعت في منظومه غلط. اب وام مهملين، عمام وحوش، دكتور ضغط عليها. هي محتاجه حاجتين دلوقتي، محتاجه كلمه حلوه ودعم، ومحتاجه ان اي حد بس من اللي بيشتغل بجد على القضايا دي على ارض الواقع ويكون فاهم كويس هو بيتكلم في ايه، يقول لها تعمل ايه، تاخد حقها ازاي. هي مش هترتاحي لما تاخد حقها من عمها بشكل قانوني. ده هي كل اللي طلبته كمان انها تحاسب عم واحد، مع انها حقها تحاسب الاتنين. هي مش عارفه تاخد حقها من واحد. عشان ايه؟ المجتمع هيقول ايه؟ المجتمع اللي بيلوم الضحيه. قال ايه اغرته؟ طفله عندها 10 سنين اغرته. قال ايه تجاوبت معاه؟ طفله. حقها تخاف. كونوا سند لعيالكم وصدقوهم. هي ما قالتش لاهلها عشان عارفه ان ممكن ما يصدقوهاش، مش هيقفوا في ظهرها. ما تكدبوش ولادكم، صدقوهم، احموهم، حبوهم، خلوا الطريق ما بينكم وما بينهم سالك عشان يجوا يقولوا لكم حاجه زي كده. ابنك او بنتك لو خبوا عليك حاجه زي كده يبقى المشكله فيك انت، يبقى انت اب او ام فاشل، مش امان، مش مصدر امان عشان يطلبوه منك. عارفين ان انت مش هتحميهم. ما تسيبوش ولادكم مع حد مهما كان قريب. صدقوا عيالكم، احموهم. ولو جه في يوم فشلتوا في كل ده وحصلت غلطه زي دي، على الاقل خدوا لهم حقهم. ما تبقوش متخاذلين. تاني هكرر، لو حد شغال في مجلس قومي المراه او شغال على قضايا المراه ويعرف يحل مشكله زي دي ويجيب للبنت دي حقها، انا هوصله ليها بعد استئذانها. وارجوكم بلاش رجاله تتساخف كالعاده ويبعتوا لي يقولوا لي وصلينا بصاحبه المشكله، احنا عندنا حل هنقوله لها، او يكتبوا ده في الكومنتات. ما بيخلش عليا انا الكلام ده، ما بيمشيش معايا، ما بردش على الرسائل زي دي اصلا. اللي داخلين يصطادوا في الميه العكره ويوسخوها اكتر يركنوا على جنب. ومتابعاتي الستات الحلوين اللي انا عارفاهم الجمال مستنيه كل الدعم البنوته. انا عارفه ان انتوا بتعرفوا تدعموا كويس. احنا ما علينا ان احنا ندعمها نفسيا ونحاول نشوف حد يجيب لها حقها. هي هتتابع كومنتاتكم. وتنويه اخير، جميع القصص اللي بتجيلي لا يطلع عليها اي حد غيري ولا يتم نشرها الا بموافقه صاحبها او طلبه هو شخصيا زي القصه دي. وبالنهايه كانت معكم فيبي انور، سيناريستيه، ويومكم سعيد.